يا ترى سنة 2026 هتكون سنة الحب ولا سنة الوجع؟ أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة مع الأبراج وهبة. النهاردة هنتكلم عن توقعات 2026 وعن البرج بتاعك، وهنشوف هي سنة الحب ولا سنة الوجع. وطبعا دي صفحتي الجديدة، عشان كل مرة اقول لكم اعملوا شير ولايك وحركة سبسكرايب، لان كل صفحاتي على اليوتيوب اتقفلت. فاتمنى ان الصفحة دي تكبر بيكم وانا معاكم، واي سؤال هرد عليكم وهقول لكم التوقعات الجديدة كلها ل 2026 مع بعض. فتعالى بقى، وما ننساش في البداية كمان نصلي على النبي، وما ننساش نعمل ايه، نفعل الجرس، نعمل متابعة لايك، نعمل متابعة للصفحة ولايك للفيديو ده عشان يوصل لك كل جديد وجديد، وعشان غيرك كمان يستفيد. وقولي في الكومنت انت برج ايه يا عسل يلا تتفرج عليا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. برج العقرب، يا برج العقرب تعالى شوف 2026 هتديك وجع ولا هتديك حب؟ يا ترى هتديك ايه؟ نتمنى لك الحب وربنا يستر. كمل الفيديو ده وانت تعرف 2026 ناوية تعمل فيك ايه. ويلا بينا صلى على النبي. يا برج العقرب، السنة دي يا برج العقرب هتكون سنة بتختبر أعصابك وبتختبر قلبك وكل حاجة حواليك. مش هتكون سهلة عليك، لكنها مش هتكون كلها وجع كمان. أول شهور السنة هتحس إن في ناس حواليك مش صادقين، حد من اللي كنت فاكرهم قريبين هيتصرف بطريقة تخليك تشك، تخاف وتتراجع. هتكتشف إن الثقة اللي كنت بتديها بسهولة مش دايما مستحقة. الوجع هنا وجع داخلي هيخليك تحس بالوحدة حتى لو الناس حواليك موجودة. بس عايزة أقولك يا عقرب، انت دايما قوي، ولما بتحس بالوحدة بتعرف تقوم تاني وتكمل حياتك، وما بتخليش اي حاجة تكسرك. عايزة اقولك كمان ان في نص السنة هتحس بطاقة غريبة كده جواك، رغبة في حب جديد او تصحيح علاقات قديمة. العاطفة هتكون حادة جدا، ومش اي كلام هيمر بسهولة. هيجيلك شخص ممكن يكون حب حقيقي، او حد هيجرب صبرك. عندك بقى العاطفة هتكون دقيقة جدا، اي خطوة غلط ممكن هتزود وجعك تاني. بس عايزة اقولك ان انت عندك حدث خارج جدا هتحس بيه باللي حواليك قبل ما يتصرفوا كمان. ودي ميزة كبيرة عندك، خليك واعي بيها. هتكون حاسس باللي هيحصل حواليك، فبلاش تكذب نفسك زي كل مرة. واخر 4 شهور بقى في السنة كده هتبدأ مرحلة صفاء، هتقرر مين يستاهل حبك ومين يستاهل وداعك. هتتعلم ان الوجع مهما كان كبير ممكن يتحول لقوة. هتحس براحة حتى لو القلب اتوجع قبل كده، لانك هتستوعب ان الحب الحقيقي محتاج صبر، مش اي حد يجي كده يستحق. نصيحة بقى ليك يا برج العقرب، احمي قلبك، ما تديش ثقة لأي حد بسهولة. اتعلم تقول لأ. ايوه يا برج العقرب، اتعلم تقول لأ. اتعلم تقول لأ من غير خوف. احتفظ بالطاقة اللي جواك للناس اللي فعلا تستحقها. حب، بس حب بحذر، بلاش تتوجع. اتعلم من الوجع اللي انت اتوجعته. اتعلم من الناس اللي كسروك، اتعلم من الناس اللي خانوك، اتعلم من الناس اللي كنت بتديهم حب وسعادة وهم ما ادكش غير الوجع. والدعاء ده ليك يا برج العقرب، يا رب اكتب للعقرب سنة فيها الحب اللي يريح قلبه، وابعد عنه كل اللي يوجعه بدون سبب، واجعل 2026 بداية صفاء، بداية سعادة حقيقية وراحة بلا انتهاء. وما تستغربش، اكيد السنة ديت هتكون فيها تغييرات كتير عليك، وما تيأس ابدا وتقول خلاص انا هفضل موجوع طول عمري. لا، الحياة هتتغير عشانك انت يا برج العقرب. ايوه والله زي ما بقولك كده، فتحك بقى وعيونك الحلوة ديت عايزاها تنور، وكفاية دموع لان قلبك وعيونك تعبوا من كتر الدموع. اهدى شوية بقى يا برج العقرب، وعاوزاك كده من جواك دايما تكون واثق ان ربنا هيعوضك. برج الحوت، يا برج الحوت اموت اموت في برج الحوت. تعالى شوف توقعات 2026 ليك، هتكون وجع ولا حب؟ يا ترى هتكون ايه؟ ان شاء الله يكون حب لاجل عيونك الحلوين. هنشوف يا برج الحوت. تابع الفيديو ده للنهاية وشوف نسبة الوجع اكتر ولا نسبة الحب اكتر في 2026. وما ننساش الصلاة على النبي. برج الحوت، يا برج الحوت، 2026 داخلة عليك زي موجة عالية، موجة هترفعك لفوق وتغرقك لتحت، وتاخدك في رحلة بين الوجع والحب، بين الخسارة والفرحة، بين اللي هيفضل جنبك واللي هيمشي فجأة من غير ما تقدر توقفه. ومن أول السنة قلبك هيكون حساس قوي وبزيادة.
هتحس بكل حاجة، وهتزعل من أقل كلمة، وهتفرح من أقل اهتمام، وهتكون بتداري جواك وجع كبير جدا محدش شايفه ولا عارف انك كل ليلة بتنام وعلى صدرك حمل مش قادر تقوله لحد، ومحدش شايله غيرك انت. 2026 للحوت هتبدأ بوجع بسيط مش قوي يعني، بس هتتوجع. هيكون وجع محدش هيعرف عنه حاجة، وجع هو نفسه ما كانش متخيله، وهيكون الوجع من حد ما كانش متوقع ان هو يخذله، حد وعد وما وفاش، حد قرب وبعد كده فجأة بعد. هتحس انك واقف في النص، لا قادر تكمل ولا قادر ترجع، لكن ربنا هيوريك ان كل وجع في اول السنة كان بيزقك لحاجة اكبر، لانك في ربع السنة التاني هتبدأ تستعيد قوتك، هتحس انك بتفوق، بتقوم على رجلك، بتتعلم تقول لأ، وبتحمي قلبك اكتر. وعايزة اقولك بقى حاجة يا برج الحوت، هيكون كمان داخل عليك في السنة الجديدة حب جديد او رجوع حب قديم، بس هنا بقى اللعبة، ايوه اللعبة، الحب الجديد هيكون مختلف. حد هيطبطب على وجعك، هيسمعك، هيحترمك، هيحسسك بالأمان، الأمان اللي تمنيته من سنين يا برج الحوت. بس لو رجع حد من الماضي هترجع تبص في عينيه وتعرف انك اتغيرت، وان اللي كان بيكسرك زمان مش هيعرف يقرب لك بنفس الطريقة دلوقتي. لكن عايزة اقولك في نص السنة هيكون عندك اختبار هتمر بيه وصعب قوي، مش في الحب بس في الثقة كمان. وهتسأل نفسك، أصدق ولا أهرب، أفتح قلبي ولا أحميه؟ بس الحقيقة إن قلبك هيختار، وهيختار صح المرة دي، لأنك هتكون شفت الاتنين، اللي يوجع واللي يداوي. وعايزة أقولك ان في النص التالت هيكون عندك اخبار حلوة جدا، خير هيفرح قلبك بزيادة، ممكن يكون ارتباط، نجاح، فرصة، رجوع حق. وهتتعلم يا برج الحمل ان انت تبطل تدي فوق طاقتك كمان، وتعلم ان مفيش حد يستاهل دموعك الا اللي يخاف يخسرك. والنصيحة دي بقى مني ليك، ما تركنش نفسك عند حد نص حب ونص وجع، اختار اللي يريح قلبك مش اللي يدوخك، واسحب نفسك من اي علاقة بتستنزفك. قلبك غالي يا برج الحوت، ما ترموش عند ناس رخيصة يا برج الحوت. وده دعائي ليك، يا رب اجبر خاطر برج الحوت، وبدل خوفه اطمئنان، وبدل حته بحد يشيل عنه. ولهم ارزقوا قلبا حبا صادقا، ورزقا واسعا، وفرحة تمسح كل وجع. برج الدلو يا برج الدلو، تعالى شوف 2026 هتديك حب ولا وجع. توقعات، ويلا بينا نشوف التوقعات، حب ولا وجع؟ تفتكروا ايه؟ طبعا الدلو هيفتكر ان هي وجع، لانه هو على طول عايش في دايرة الاوجاع، فربنا يستر السنة الجديدة ما تبقاش وجع عليك كمان يا برج الدلو. فيلا بينا نبدأ ونصلي على النبي في البداية. والله يا برج الدلو انا بزعل عشانك قوي بجد، على الوجع والتعب اللي انت بتعيشه في حياتك. عاوز اقولك انك داخل على سنة، السنة ديت هتفتح لك جروح قديمة، لكن برضك هتفتح لك ابواب جديدة. وفي نفس اللحظة هتكون سنة غريبة فيها وجع وفيها حب وفيها قرارات هتحسسك انك لوحدك، بس الحقيقة انك هتكون اقوى من اي وقت فات. ايوه، فتعالى بقى افهم السنة الجديدة تعمل فيك ايه. من اول 2026 هتحس انك تعبت من الناس، من العلاقات، انت اللي بتدي حماس، وللأسف العلاقة بعد الحماس بتخلص ببرود. هتحس انك اديت كتير وسكت كتير وضحيت كتير، ويمكن في اول السنة هيجي حد يجرحك بكلمة، بموقف، بحاجة كنت شايفها او حد كنت شايفه عمره ما هيوجعك، بس للأسف هو هيوجعك. وساعتها هتحس انك لوحدك وسط ناس كتير، وهتسأل نفسك هو انا لسه مستحمل ليه؟ وجعك في 2026 هيكون من الحب ومن التوقعات. توقعات ايه؟ توقعات الناس اللي انت شلتهم فوق راسك وهم كانوا شايفينك مجرد اختيار اضافي. للأسف
هتكون وجعك من توقعاتك لوعود المفروض تتنفذ وهتلاقيها ما تنفذتش، ومن تغيير فجأة هيخليك تاخد خطوتين لورا. بس وهنا بقى بداية الحلم اللي اتأخر، لأن في نفس الوقت اللي هتحس فيه إن الدنيا ضيقة، ربنا هيبعتلك على طول فرصة جديدة، حد جديد، رزق، طاقة، حاجة هترجع قلبك وتخلي قلبك يدق تاني. ممكن موقف صغير بس هيفوقك ويخليك تفهم إنك كنت بتتعلم أكتر من إن أنت بتتكسر. بص يا برج الدلو، هيكون بينك وبين حد قصة حب تانية خالص. قلبك هيكون موجوع لكن هتلاقي اللي يداويه، وقلبك مقفول لكن هيفتح غصب عنك. ولو في حد من الماضي لسه متعلق بيك او انت مستنيه يرجع ومتعلق بيه، هيدق بابك، لكن قرار رجوعك وقرار رجوعه مش هيكون زي زمان. انت اللي هتحدد وانت اللي هتقيم وانت اللي هتقول يا نرجع يا نقفل الباب للأبد. بس انا رأيي تقفل الباب للأبد، اللي يوجعك مرة يوجعك ألف يا برج الدلو. والحلو فيك بقى يا دلو انك هتعرف قيمة نفسك، هتبدأ تحب نفسك، هتبدأ تحب نفسك بجد، هتبعد عن العلاقات السامة وهتحط حدود، وخصوصا في النص التاني من السنة اللي فيه حب حقيقي. ولو دخل حياتك هتلاقي فيها راحة ودعم واهتمام، مش وجع وضيقة. وعايزة اقولك بقى ان انت كده هيحصل لك دروبات، ركز معايا. هتسيب ناس وهتقابل ناس وهتفهم ان ربنا بيشيلك من طريق عشان مش لايق عليك. وكل وجع اتألمته السنة اللي فاتت او السنة دي هيترد لك ألام، وكل دمعة هتقابلها بفرحة اكبر منها بكتير. وعايزه بقى اقول لك نصيحه كده، ما تحاربش لوحدك وما تتعلقش بناس بارده، وما بقى يعني خليك شوف كده ما تبقى زي زمان، اسمع قلبك بس ما تكسروش بايديك. خليك قوي وخليك واضح وخليك فاكر ان ربنا بيبدل الاحوال في لحظه. وده دعاء ليك بقى يا برج الدلو، يا رب افتح لبرج الدلو باب رزق لا يتقفل، وباب حب لا يوجع، وباب راحه يطمن قلبه، ويا رب ارزقه باللي يستاهله وابعد عنه كل اللي اذاه، وبدل وجعه فرحة وتعبه راحة وانتظار وخير. برج القوس يا برج القوس، تعال شوف 2026 هتديك حب ولا هتديك وجع؟ يا ترى مين اللي هيكسب، الوجع ولا الحب؟ اتمنى الحب ليك يا برج القوس، فتعالوا نشوف عندك وجع ولا حب، وما ننساش نصلي على النبي. برج القوس يا برج القوس، السنة اللي جاية مش هتعدي عليك عادي، دي سنة هتقلب جواك حاجات كتير، سنة هتعرف فيها قيمتك، وهتعرف كمان مين كان بيحبك بجد ومين كان بيستغلك. أول 2026 هيكون وجع قلبك مش بسيط. في أول شهور السنة هتحس إنك مديت أو اديت لحد ومديت إيدك ليه، وفي الآخر إيدك كانت فاضية. هتدي مشاعر حقيقية وهتاخد بدلها حيرة. هتقف تسأل نفسك ليه دايما بحب من قلبي، ليه دايما بصدق، وللأسف هتفضل في الحيرة ديت وتفضل تقول هو أنا ليه بدي ومحدش بيرد لي أي حاجة. للأسف الكوس لما بيحب بجراءة وبيقدم نفسه على طبق من ذهب، بس للأسف اللي قدامك بقى في بداية السنة مش هيكون قد حبك ده، هيكون في خذلان، في صدمة، في كلمة هتوجع أكتر من السكاكين. فخلي بالك، لأن الكلام اللي هيوجعك هيكون صعب قوي. هتحس كده ان انت اتوجعت بجد. هتيجي لحظة وهتكتشف انك ضيعت وقتك على حد كان واخدك تسلية او واخدك محطة لحد ما يلاقي اللي بعدك. الكوس ما بيعرفش يمثل، بس غيرك بيعرف يمثل قوي يا كوس، وهتعرف ده لكن متأخر. هتعرفه بس متأخر قوي، وهتسكت على فكرة وهتتوجع، بس هيجي يوم وهتشكر الوجع ده، لانه هيفتح عينيك على حاجات كتير جدا ما كنتش واخد بالك منها. وهنا هيبدأ تغييرك الحقيقي بعد نص السنة. ربنا هيبعد عنك ناس انت كنت متعلق بيهم تعلق مرضي، لكن عشان يقرب لك ناس احسن واجمل واحن واطيب من الناس اللي وجعوك. هتلاقي ابواب انت كنت فاكرها مقفولة، هتلاقي نفسك فجأة واقف بايدك حاجة جديدة، شغل، علاقة، خطوة، المهم انك هتحسسك انك اتولدت من جديد كده. الكوز بيدوخ، ايوه بيدوخ لما بيحب صح، لما بيحب بجد.
آه مش بيجي كده يبين، لكن غصب عنه بيبان. بيقدر يعني يبني الكون كله مع شخص، بيقدر يخلي الشخص يحبه وهو يكون مبسوط. والسنة دي الحب الحقيقي مش هيجي في أولها لكن الحب الحقيقي هيجي بعد ما قلبك ينضف من الوجع. أيوة، من وجعك اللي فيه. وهيجي حد يفهمك، حد يقدر اندفاعك، حد يخاف على دمعتك، حد يتمسك بيك حتى في أسوأ حالاتك. وهتعرف يعني إيه إن حد يختارك مش يختار منك. واخر السنة بقى قبل ما تخلص كده 2026 هتحس انك رجعت لنفسك تاني، رجعت تضحك، رجعت تركز، ورجعت تمشي من غير ما تبص وراك. وهتدخل السنة اللي بعديها 2027 وانت اقوى واوعى واذكى. واللي وجعك زمان هيعرف قيمتك وهيحاول يقرب لك تاني، لكن انت هترفض. واحسن ان انت ترفض. وده بقى دعاء لك انت. ألهم ارزق مواليد برج القوس سنة راحة، ألهم ابعد عنهم كل شخص مؤذي وقرب ليهم كل شخص خير، ألهم عوض صبرهم وارزقهم حبا صادقا وطريقا واضحا وفرحة ما بعدها وجع. برج الجدي يا برج الجدي، تعالى شوف سنة 2026 هتديك حب ولا وجع؟ يا ترى هتديك ايه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، ونتمنى لك السعادة طبعا يا برج الجدي. بس يلا بينا نشوف وجع ولا حب، وما ننساش نصلي على النبي في البداية. برج الجدي، انا جاية اقول لك السنة الجاية مش هتكون سنة سهلة خالص، بس بكل رغم الوجع اللي هيكون جواها هيكون فيها برضو لحظات فرح هتغير كل حاجة. اللي جاي مش كله سهل ومش كله صعب، بس اكتر حاجة هتكون محتاجها قلب قوي. يعني لازم ترجع قلبك قوي وتعرف تقف من تاني. فتعالى بقى شوف السنة دي مخبيالك ايه. في اول الشهور كده هتحس ان في حاجة جواك بتتكسر بالبطيء، وانك بتدي كتير لناس مش شايفين قيمتك، وانك واقف في علاقة او صداقة او حتى شغل بتحاول تثبت وجودك بس اللي قدامك مش مقدرك. الجدي لما بيوجع ما بيعرفش يصرخ، بيوجع في صمت. للأسف لما بيتوجع ما بيعرفش يتكلم، بيسكت، يصرخ جوه نفسه، بيضحك قدام الناس ويتألم لوحده، بيفكر كتير ودايما يقول ليه انا شايل كل ده، ليه دايما انا اللي بتحمل، ليه مش بلاقي اللي يحتوي قلبي. وجعك في 2026 هيجي من خذلان، من كلمة كنت مستنيها وما جاتش، من حد كنت شايفه امان وطلع شخص عابر جدا في حياتك. وده بالأسف كانت صدمة بالنسبة لك. الخذلان كان صدمة بالنسبة لك، ما كنتش مصدق ان ممكن يحصل معاك كده. هيجي وقت وتقف قدام نفسك قدام مرايتك، ودي الصدمة اللي هتصحيك في نص السنة. للأسف هتكون صدمة، بس هتقول لنفسك كفاية، أنا اتبهدلت، أنا استنيت كفاية، أنا حبيت غلط، أنا وثقت غلط وسكت كتير. وهتعمل خطوة محدش هيصدق إنك هتاخدها. الجدي هيقفل باب، والباب ده كان طول عمره بيقوله أنا مش قادر أعيش من غيرك، بس هتشوفه على حقيقة للأسف. وهتعرف ان المفروض تمشي، وهتمشي يا برج الجدي. ايوه، واللي ما يحسش بقيمتك اصلا ما يستهلكش. ويوم ما تمشي بقى هنا هتبدأ نقطة التحول. بعد نص السنة ربنا هيعوضك بقوة، وهيجيلك رزق وهيجيلك فرصة او حب جديد، بس كله هيجي بعد ما تتعلم درس قاسي جدا، درس هيوجعك. هتحس لأول مرة من فترة طويلة انك بتتنفس خفيف ومش قادر تاخد نفسك، لكن هترجع تتنفس وتحس بطاقة حلوة، ومش هتبقى مستني كلمة من حد ولا هتبقى محتاج حد. وفي الحب بقى السنة دي هيجي فيها حب، بس مش الحب اللي وجعك، لا، الحب اللي هيطبطب، الحب اللي هيخليك تقول كنت فين وليه اتأخرت. هيجي حد يحترم عقلك وقلبك وهيقدرك ويعرف قيمتك، وهيخاف على حزنك، وهيتكلم معاك بلغة انت فاهمها، لغة الاهتمام يا برج الجدي. وفي اخر السنة هتكون في فرحة تستاهل تستنى عليها. في اخر الشهور كده هتحس انك واقف على بداية طريق جديد، قلبك اتعالج نصه والنص التاني مستني الفرح اللي داخل عليه. وانت واقف ثابت وبتقول انا اتوجعت بس انا اتعلمت، انا اتوجعت بس انا اتعلمت، انا اتكسرت بس انا اتصلحت، اتخذلت بس انا اتعوضت. فخد بالك من قلبك يا برج الجدي، وابعد عن اي حد يستنزفك، وما تبقاش طيب بزيادة ولا تصبر بزيادة. اللي مش بيشوف قيمتك في اول الطريق مش هيشوفها بعدين. واسعى للي يستهلك مش للي بتتمنى انه يستهلك.
ودي دعوة ليك. ألهم ارزق مواليد برج الجدي سنة تشرح صدرهم وتعوض خوفهم وتداوج وجعهم. ألهم افتح لهم أبواب رزق وحب وراحة، واكتب لهم فرحة بعد ما بعدها حزن، وجعل 2026 بداية جديدة لقلوب برج الميزان. يا برج الميزان، تعالى شوف 2026 هتديك وجع ولا هتديك حب؟ يا ترى هتديك ايه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. وما ننساش في البداية نصلي على النبي. برج الميزان، يا برج الميزان، السنة اللي هتعلمك يعني ايه تختار قلبك حتى لو اختارك الاول الوجع. من اول الشهور كده هتحس ان في حاجة جواك بتتغير، مش زي السنين اللي فاتت خالص اللي كنت بتحاول فيها ترضي كل الناس وتتعامل بدبلوماسية وتسكت. السنة دي هتكون متغيرة جدا. انت مش هتكون انت يا برج الميزان. هيبقى قلبي بيحاول يستعيد نفسه بعد فترة طويلة من الإجهاد، من ناس ما قدروش قيمتك ولا تعبك. أول 3 شهور من السنة هيكون في صراع بينك وبين نفسك كبير جدا، وهتسأل نفسك أكمل ولا أسيب، أحارب ولا أرتاح. وفي النص بقى ده هتتشد لحد بيديك اهتمام لحظي لكن وجع دايم. للأسف هتتوجع، لكن هتعرف انك بتتعلم ان مش كل معركة تستاهل وجودك. وفي منتصف السنة بقى هنا الحب هيدق بابك، بس مش الحب اللي يدوخك، الحب اللي يختبر صبرك. هيجيلك شخص يحاول يفهمك بس مش هيعرف. هيدخل حياتك بسهولة جدا. ليه؟ لانك هتكون لسه ماسك في وجع قديم، وجع لسه انت ما اتكلمتش عنه اصلا، فمحتاج حد في حياتك لكن مش محتاج حب. هتكون لسه فاكر الوجع ده، وجع من علاقة كنت فيها بتحاول تشد الطرفين بإيدك لحد ما إيدك اتعورت خالص. السنة دي هتعرفك يعني إيه وجع ناعم، وجع يخليك تبتسم من بره وتوجعك الذكريات من جوه. هتعرف ان اكتر حاجة بتأذيك انك بتسامح كتير وتستنى اللي قدامك يفهمك من غير ما تتكلم. لكن في النص بقى هتكون في معادلة غريبة جدا هتحصل لك. ايوه، كل ما تقرب من حد هتتشد لحد تاني، وكل ما تحب هتخاف، وكل ما تفتح قلبك هتفتكر اللي قفلوه قبل كده. لكن بقى في اخر الشهور ان شاء الله هتبدأ مرحلة تانية خالص، مرحلة انك خلاص هتفوق، مش فجأة لكن بالتدريج. هتقف قدام مرايتك كده وتقول انا استاهل اكتر، انا مش هدي اي حد فرصة يوجعني مرتين، انا مش هقعد استنى الاعتذار اللي مش هيجي. في شهور بقى الخريف بالتحديد هيكون في علاقة جديدة او شخص من الماضي، حد منكسر زيك كده او حد فاهمك بأقل الكلام. وهتبدأ تسأل نفسك في 2026 هتديني حب ولا هتديني امتحان؟ والإجابة الصراحة ان هي هتديك الاتنين. هتديك وجع يخليك اقوى، وهتديك حب يخليك تطمن، بس بعد ما تتعلم ان مفيش حب بدون حدود، وان قلبك محتاج اتزان مش تضحية عمياء. ونصيحتي ليك يا برج الميزان في السنة الجديدة، ما تديش قلبك لمجرد انك خايف تعيش لوحدك، اديه بس اللي يعرف يحافظ عليه. وما تنساش ان اجمل حاجة فيك انك بتعرف تحب، بس اوحش حاجة فيك انك ساعات بتحب غلط. وخد الدعوة دي بقى يا برج الميزان. يا رب يكتب لبرج الميزان سنة فيها خير وسلام، حب صادق، وابعد عنه الوجع اللي ملوش لازمة، وقرب ليه الناس اللي تشيله مش توقعه. واجعل 2026 بداية جديدة لقلبه، وبداية ما فيهاش خوف ولا كسرة ولا انتظار. انتوا فين؟ برج العذراء، يا برج العذراء، تعالى شوف 2026 هتديك وجع ولا هتديك حب؟ يا ترى اين اللي هيكسب، الوجع ولا الحب؟ اتوجعت كتير انت يا عذراء، انا عارفة. فيلا بينا نشوف، وكمل معايا الفيديو ده للاخر. وفي البداية صلى على النبي. برج العذراء، ايه يا برج العذراء، خايف لسه من السنة الجديدة؟ خايف تتعب زي السنين اللي قبلها؟ هي هتكون سنة مختلفة، مش سهلة ومش خفيفة، بس سنة هتفهمك انك طول عمرك كنت بتدي فوق طاقتك وتتحمل اكتر من حقك، وبتسكت على حاجات وجعاك عشان خايف تخسر الناس. العذراء اكتر برج بيمشي جنب الحيط، بس قلبه مليان تفاصيل، ولما بيحب بعقله قبل قلبه، بس لما بيتوجع الوجع بيقعد جواه، بيسكت ويتظاهر ان هو قوي، بس من جوه بيتكسر بالراحة. عايزة اقولك بقى ان بداية السنة هتفتح ليك باب وجع، باب وجع انت كنت قافله. هيعدي عليك شخص كنت شايفه الامان،
بس للأسف الشخص ده هيطلع أكتر حد بيعرف يوجعك ازاي، حد بتقول عليه كل حاجة في حياتك وده اللي وعد لكن ما وفيش للأسف، وكلمك بحنية وجرحك بقسوة للأسف. وهيجي وقت وتقول لنفسك أنا ليه بصدق الناس، وليه بخاف أزعل اللي حواليا، وليه لما بتألم بسكت، وليه بتألم بكمل. هتحس ان الدنيا بتمحيك، هتحس بخيبة، هتحس ان انت عاوز تهرب من الناس، وتهرب من ناس كنت فاكرهم سند. عايز تدي لقلبك مساحة كبيرة ترجع من الوجع اللي انت فيه. بس عايزة اقولك بقى ان احنا دي مش النهاية، اهو ما انت مش هتفضل تتعذب كده يا عذراء، مش معقول. هتحصل حاجة في نص السنة هتكون قوية جدا جدا، هيكون في انتفاضة داخلية كده، لحظة صمت هتقول لنفسك فيها كفاية كفاية، أنا مش لعبة، أنا مش حد سهل، وأنا استاهل الأحسن. هتبدأ تبعد عن الناس اللي بتستنزفك، هتحط حدود، أيوة هتحط حدود، وهتتعلم تقول لأ. وهنا بقى المفاجأة، أول ما تعود لنفسك إن أنت تقول لأ، ربنا هيعوضك بحد مختلف جدا. مش هيدخل حياتك عشان بقى المصلحة ولا عشان يلهيك شوية، هيعامل قلبك باحترام، وهيتقبل عيوبك قبل مميزاتك، وهيطبطب على جروحك من غير ما يستخدمها ضدك. واخر 3 شهور بقى في السنة الجديدة هيكون فيهم نور وراحة وابتسامة، واحساس انك بخير كده، واقف على ارض ثابتة، ومش خايف ومش مستني حد يحبك خالص، او مش مستني حد يحبك بالنص، لان الشخص ده هيحبك كلك. 2026 هتكسرك يا عذراء شوية، لكن دي السنة اللي هتعيد نفسك فيها وتفهمك ان القيمة مش في اللي يختاره او اللي انت تختاره، او لازم هو اللي يختارك، ويكون حد فاهم قيمتك وفاهم يتعامل معاك ازاي، ويخليك كمان مرتاح. والدعاء ده ليك يا برج العذراء، ألو ارزق قلبك طمأنينية تعوض كل خوف جواه، وناس نيتها صافية تعوض كل خذلان. ألهم ابعد عنك كل علاقة كانت بتاخد منك وما بتدكش، وكل حد شاف طيبتك ضعف، وكل طريق ما كانش ليك فيه خير. ويا عذراء افتكر دايما اللي بيكره تفاصيلك عمره ما هيحبك، واللي بيحبك بجد عمره ما هيوجعك. مش هتكون سنة ألم، دي سنة ترتيب وبداية جديدة لقلبك يا برج العذراء. انت بس قول يا رب انتوا فين. برج الاسد يا برج الاسد، تعال شوف 2026 هتديك وجع ولا هتديك حب يا برج الاسد. محتاج حب انت يا اسد كبير جدا، لانك تعبت كتير من كتر الوجع، اتوجعت. فيلا بينا نشوف السنة الجديدة هتديك ايه، بس ما تنساش الصلاة على النبي في البداية، ويلا بينا. برج الاسد يا برج الاسد يا اسد، السنة مش هتكون سنة عادية خالص عليك. السنة دي هتثبت لك انك كنت بتتعامل مع ناس اقل بكتير من قيمتك، وان اللي وجعك السنة اللي فاتت كان درس مش خسارة. من اول السنة هتحس انك واقف في مفترق طرق، عايز تحب وعايز تتحب، لكن خايف تسلم قلبك، خايف لحد يكسرك زي زمان، خايف تتكسر من الحب اللي بقى بيخوفك وبقى بيوجعك، خايف تعيش الحياة الحلوة تاني لا تتغدر بيك من أول وجديد. الأسد مش ضعيف، بس لما بيحب بصدق، وده اللي بيوجعه. بيحب بقوة، بيحب بضمير، بيحب بإخلاص، بيحب بيدي كل حاجة لحبيبه. ويا ريت كل ده بيتقال أو كل ده بيتذكر، بالعكس، عشان انت بتحب بجد بيجوا عليك. عاوزة اقولك ان اول شهور في سنة 2026 هيبان فيها حد انت فاكر نفسك نسيته، بس الحقيقة انه جرحه لسه سايب علامة جواك. هيحاول يرجع لك، هيحاول يلعب على حتة الحنين اللي جواك، بس صدقني يا أسد، الخطوة ديت لو رجعتها هتتعب وهتتوجع. بعد كل اللي شفته منه اوعى ترجع له. هيجي عليك وقت وتسأل نفسك، هو ليه دايما بدي للناس فوق قدرها؟ ليه بوقف الدنيا على حد وهو اصلا مش شايفني؟
يعني انت ليه بتوقف الدنيا على حد فعلا مش شايفك؟ ليه معذب نفسك بالفراق لغاية دلوقتي؟ ليه لسه موجوعة بالشخص ده؟ ليه لسه جواك الحنين ده؟ وهنا الوجع الحقيقي، مش وجع الفراق ولا وجع الخذلان. حد وعدك وخان، حد قال يحب ويساب، حد قال بيخاف عليك وكان أول واحد يجرحك. بس يا أسد انت مش من الناس اللي بتقع، ها؟ انت مش بتقع يا أسد، انت ما ينفعش تقع أصلا. 2026 هتكشف لك الوشوش اللي كانت بتتجمل عشان مصلحتها، وهتذهل لك القلوب اللي كانت بتتمنى تشوفك واقع، القلوب اللي عاوزة تكسرك. لكن خلي بالك، هتفوق لنفسك في نص السنة واللعبة هتتقلب عليهم، والأسد هيقف من تاني وبقوة، وهيبدأ يهتم بنفسه وبمظهره وبشغله وبروحه. ناس كتير هتتجنن من التغيير ده، وناس هتتمنى لو تكمل حياتها معاك. هتحس انك رجعت لنفسك، رجعت لهيبتك، لحبك لنفسك اللي كان ضايع. وفي آخر 3 شهور هيظهر شخص، أيوة، مش شبه أي حد قابلته، مش شبه أي حد قابلته قبل كده خالص. شخص هيحبك زي ما انت، من غير شروط. مش هيتخض من قوتك، لأ، ومش هيقل منك، لأ. هيفهم غضبك وهيحضنك وقت تعبك، وهيعرف ان الأسد مش محتاج حضن أو حب. الأسد محتاج أمان، أمان بس. سنة هتكون وجع، بس هتكون سنة تطهير، لسنة تبعد عن الوجع وتفتح قلبك للي يستاهل. بقى كفاية كده بقى. والدعاء ده ليك يا أسد. اللهم احفظ قلبك من كل شخص بيغير منك، ومن كل حد شايف قوتك تهديد. اللهم ارزقك حبا صادقا يعوضك عن كل اللي كسرك، وراحة تمسح كل جرح خبته عن الناس. ويا أسد اعرف انك غالي، غالي من انك تتساب، واكبر من انك تتكسر. واللي هيوجعك النهاردة ربنا هيعوضك عنه بكرة. 2026 مش سنة ألم، دي سنة رجوع هيبة الأسد. أنا بحبكم جدا يا أسود، بجد، عشان انتوا بجد تعبانين قوي من جوه، وبحس بيكم قوي، ونفسي ربنا يسعدكم ويديكم السعادة والهنا. برج السرطان يا برج السرطان، تعال شوف سنة 2026 هتديك وجع ولا هتديك حب؟ يا ترى هتديك ايه؟ يلا بينا نشوف هتديك اكتر حاجة وجع ولا حب. وما ننساش في البداية نصلي على النبي. برج السرطان يا برج السرطان، السنة الجديدة داخلة عليك وانت خايف، خايف من كل حاجة حصلت لك في السنة القديمة، خايف لا يكون نفس الوجع هتعيشه تاني. هو انا عايزة اقولك ان هي مش سنة هتكون سهلة عليك، بس السنة دي هتفهمك حاجات عمرك ما كنت هتفهمها لو ما توجعتش. انت اصلا برج حساس جدا، بتدي من قلبك، بتدي بروحك، وبتخاف تزعل حد حتى لو الحد ده بيكسرك. يعني انت بيكسروك وبتخاف تزعلهم. فاول الشهور هتحس انك شايل حمل فوق صدرك كبير جدا، حمل كلام مكبوت، مواقف اتعدت عليك، وناس لعبت بمشاعرك وانت كنت طيب بزيادة، طيب قوي. هيعدي عليك حد وعدك بحب، بس يوم ما هتحتاجه هتلاقيه هرب. اجري اجري يا مجدي، بالظبط كده، هتلاقيه هرب بسرعة. هتعرف يعني ايه ان حد دخل حياتك بقوة ويخرج منها من غير حتى كلمة وداع. هيبقى في دموع نازلة وانت ساكت لانك مش قادر تتكلم، وهيبقى في سؤال واحد جواك: هو ليه كل ما احب حد غلط؟ لان اختياراتك دايما في القلب تعباك ومدمراك ووجعاك للأسف. وللأسف وجع برج سرطان بيكون وجع صامت، وجع محدش هيعرفه، لان السرطان دايما مش بيحب يبان ضعيف، بيمسح دمعته بسرعة وبيضحك، بس من جواه بينزف. لكن ركز، هي السنة الجديدة مش كلها وجع، في نص السنة هيتغير كل حاجة بالنسبة لك بجد، أيوة بجد. هتلاقي انك بتبعد عن ناس كانت مصدر قلق بالنسبة لك، وهتقطع علاقتك كانت واخدة من طاقتك.
هتقفل ابواب كانت بتسرب حبك وما بتدكش ولا نقطة امان. وهنا بقى هيحصل نقطة التحويل. ايوه، هتتحول حياتك يا برج السرطان. هيجي في حياتك شخص مش شرط يكون حب من اول لحظة، لكن هيبقى حد شفته من سنين فاتت. هيتعامل مع قلبك على قده، هيتعامل معاك مش على قد مصلحته، لا، هيحب قلبك بجد، هيسندك، هيطبطب على جرحك، وهيعرف يحتوي خوفك من الخسارة. آخر 3 شهور في السنة الجديدة هيبقوا أحلى فترة هتعدي عليك من زمان كتير. ما حسيتش إنك بخير، هتحس إنك بخير. هتقدر تعيش وتكمل، لأنك هتتقدر، هتتسمع، هتتحب صح. أيوة، 2026 سنة هتزعلك يا برج السرطان، وبعدها هتعوضك. هتكسر حتة وهتبني مكانها 10. هتاخد حد غلط وهتجيب حد أحسن مليون مرة. وانا بقى عايزة اقولك الدعاء ده والنصيحة دي ليك يا برج السرطان. قول معايا: اللهم ارزق قلبي حبا مفهوش خوف، وراحة مفيهاش حيرة، وناس نيتها صادفة، وناس نيتها صافية زي روحي. اللهم ابعد عني كل حد شايف طيبتي ضعف، وكل حد استخف بمشاعري. ويا سرطان افتكر دايما اللي يستهلك عمره ما بيوجعك. و2026 مش سنة ضياع، دي سنة رجوع لنفسك. فعاوزاك تطمئن وتقول يا رب من جوه قلبك، عشان بإذن الرحمن كل وجع هيبقى قدامه فرحة لقلبك. برج الجوزاء، برج الجوزاء، تعالى شوف توقعات 2026 بين الحب والوجع. يا ترى هتكسب حب في السنة الجديدة ولا هتكسب وجع في السنة الجديدة؟ وده اللي هنعرفه في الفيديو ده، لكن في البداية مطلوب منك تصلي على النبي. الفيديو ده هيعرفك يا برج الجوزاء السنة الجديدة هتكون عاملة عليك ازاي. هي مش سنة سهلة، بس برضك مش سنة وحشة. هي السنة اللي هتعلمك يعني ايه تختار، يعني ايه تختار قلبك قبل اي حد، ويعني ايه ما تضحيش بروحك عشان حد اصلا مش شايف قيمتك. اول كام شهر كده هيجي عليك وقت تحس فيه انك واقف لوحدك. ناس كنت فاكرها سندك هتبعد، وحد كنت شايف فيه الامان هيطلع هو اول مصدر وجع ليك في السنة الجديدة. للأسف السنة الجديدة كمان هتكشف لك الوشوش اللي كانت مبتسمة ليك في وشك وقلوبها من جواها مليانة غل ومليانة غيرة واستغلال. الجوزاء للأسف هيصدق حد مش قد الكلام. للأسف يا برج الجوزاء هتصدق حد مش قد الكلام. حد هيديلك وعود فاضية، حد هيدخل حياتك بطريقة خاطفة ويطلع منها بطريقة توجع. هتتوجع بس الوجع ده مش نهاية، ده هيكون بداية وعي جديد. هتحس انك اتعلقت بحد غلط، حد لعب على نقطة ضعفك، حد عرف يمسكك بالمشاعر كويس، ويوم محتاجه قلبك اختفى. وللأسف ده حاجة عذبتك جدا وخليتك تسأل نفسك، أو هتخليك تسأل نفسك ساعتها: هو أنا ليه دايما بدي فرص لحد ما يستاهلش؟ ليه بكسر نفسي عشان ناس مش شايفاني؟ بس فجأة كده في السنة الجديدة هيجي عندك نص السنة وتقلب الترابيزة كلها. ليه؟ أنا هقولك ليه. لأنك هتفوق، أيوة هتفوق، وهتعرف إنك أكبر من الوجع ده، وإن قلبك مش لعبة مع الشخص ده، وإنك مش محتاج حد يثبت لك قيمتك. انت قيمتك ثابتة من يوم ما اتولدت أصلا. هترجع تلم نفسك، هترجع تقف، هترجع تمسك ده في حياتك من تاني، وهتعرف تمسح من قلبك كل واحد كان سبب في دمعتك أو خيبة. والأجمل بقى، الأجمل قوي والحاجة الحلوة، ان في شخص جديد هيظهر في حياتك آخر 3 شهور بإذن الرحمن. شخص حقيقي، وجوده مش تمثيل، وروحه تشبه روحك. هيديك حب من غير شروط، وهيفهمك من نظرتك، ومش هيطلب منك انك تكون نسخة تانية خالص. هيحبك زي ما انت، وهتبقى سنة الوجع وبعديها فرحة. يعني الخسارة مش هتكون كبيرة، وبعديها هتكون ربحت ربح كبير. هتكون سنة وعي بالنسبة لك، وبعدها بداية جديدة لقلبك. وعاوزة اقول لك بقى يا برج الجوزاء، الدعاء ده ليك انت، وياريت تقوله: اللهم ابعد عنك كل عين بتحسدك، وكل قلب بيكذب عليك، وكل طريق مش مكتوب ليك. اللهم ارزق قلبك راحة وبعدها بعد وجعه، ونور بعد حيرته، وصدق بعد الخذلان. ويا جوزاء ما تديش قلبك لحد مش قده، وخلي دايما باب قلبك مفتوح للي يعرف قيمتك.
قبل ما حتى يفهم وجعك. سنة 2026 مش هتكسرك، دي هتنبهك وهتفوقك وهتخليك تحب الحياة من جديد بإذن الرحمن. انت بس قول يا رب من جوه قلبك. برج الثور يا برج الثور، تعالى شوف توقعات 2026 بين الوجع والحب. يا ترى هتكون سنة مليانة وجع ولا سنة مليانة حب؟ وبإذن الله تكون مليانة حب وسعادة ليك يا برج الثور. لكن تابع الفيديو ده للآخر وانت تعرف كل حاجة عن توقعات 2026. وما ننساش نصلي على النبي في البداية. برج الثور، 2026 مش سنة عادية عليك، دي سنة هتختبر صبرك وهدوءك وقلبك اللي دايما بيحب بجد. سنة فيها وجع هيخليك أقوى، وفيها حب هيخليه يعوضك عن كل اللي فات. اسمع للنهاية عشان تفهم ايه اللي هيحصل لك في 2026، وكلها توقعات ليك انت يا برج الثور. السنة دي الوجع مش هيجي من بعيد للأسف، دي هيجي من شخص قريب جدا، حد انت اديته الأمان وفجأة فقدت فيه الثقة. في بداية السنة هتعدي بمرحلة صمت كبيرة جدا، هيبقى جواك كلام كتير بس مش عايز تقوله. هتحس ان في حد بيبعد مش بالكلام لكن بالتصرفات. وجع برج الثور وجع بطيء جدا، مش صدمة مرة واحدة، ده وجع من نوع اللي يصحيه بالليل ويخليه يفكر طول الليل. هو انا بدي لحد مش مقدر؟ هو انا ليه بيحصل معايا كده؟ هو ليه بيعاملني كده؟ للأسف يا برج الثور هتكتشف ان في ناس اخدت منك اكتر ما ادتك. حد وقف معاك نص الطريق وباقي الطريق سابك ومشي. للأسف سابك تمشي لوحدك، لكن رغم الوجع انت مش هتقع. انت برج بيعرف يعني ايه اقوم لوحدي. و2026 هتقولك جملة واحدة: ما تخليش اللي وجعك ياكل من قيمتك. بص بقى يا ثور، انت برج لو حب بيحب بجد، ولو ادى بيدي من كل قلبه. وعشان كده 2026 هتكون سنة حب ليك، بس حب مختلف شوية عن اي سنة فاتت. هيظهر حد هيطول باله عليك ويفهم هدوءك ويستوعب صمتك ويحبك على طريقتك مش طريقته. الحب اللي داخل حياتك هيكون ثابت هادي مريح، ما بيعملش دراما، ما بيستهونش بيك. وفي احتمال كبير جدا ان حب قديم يرجع لك ويطلب فرصة، بس انت بقى مش هتبقى نفس الشخص، لا قلبك هيكون اقوى ووعيك هيكون اكبر، وهتعرف تفرق بين اللي يستحقك واللي ما يستحقكش. ويسور 2026 فيها علاقة هتطمن قلبك وتخليك تحس انك اخيرا لقيت اللي يشبهك، اللي يمسك ايدك بدل ما يسيبك. هيكون عندك صدمتين شوية كبار. الصدمة الأولى من شخص وثقت فيه، هتحصل فجأة وهتصحيك كده من غفوة طويلة، بس الصدمة دي هتفتح لك باب جديد، باب هتدخل منه ناس أحسن بكتير. لحظة هتقول فيها أنا ليه سكت، دي صدمة مع نفسك. هتقول ليه أنا بسكت، ليه برضه، وليه بدي أكتر ما باخد. واللحظة دي هي هتكون بداية تخلصك من كل علاقة بتكسر فيك. وعايزه اقولك بقى الكون بيقولك لو حسيت انك مش مرغوب امشي، لو لقيت اللي يقدرك ما تسكتش. اوعى ترجع لحد كسرك مرة تانية، لان اللي يكسر مرة يكسر تاني. 2026 مش سنة ضياع عليك، دي سنة وضوح. هتفتح عينك على ناس جديدة وتقفل باب قديم كان لازم يتقفل من زمان. ويا برج الثور 2026 هتوجعك شوية، بس هتكسبك ناس حلوة، هتخسر ناس وهتكسب ناس، هتخليك تحب شخص كويس. بس اهم حاجة ان انت هتكسب نفسك، هتطلع من السنة دي اقوى اهدى انضج واكتر حد فاهم قيمة قلبك. ولو وصلت للنهاية اعرف ان 2026 مش ضدك خالص، دي السنة اللي هتقلب حياتك من الوجع للحب والاستقرار اللي يستاهل. وقولوا يا رب يكرمنا بالحب والسعادة على طول. يلا قولوا يا رب. برج الحمل يا برج الحمل، تعال شوف توقعات 2026. هتكون سنة داخلة عليك بالحب ولا بالوجع؟ تفتكر بقى اني طبة اللي هتطب، الحب ولا الوجع؟ وربنا يستر وتكون سنة حب عليك يا برج الحمل. فتعال شوف توقعات سنة 2026 ليك بين الحب والوجع واني فيهم اللي هيفوز. وفي البداية صلى على النبي وكمل الفيديو للآخر ويلا بينا. برج الحمل، سنة 2026 مش جايلك زي أي سنة خالص، سنة هتختبر قلبك ودماغك وصبرك وجرأتك. سنة هتكون قدامك فيها طريقين، واحد كله وجع حقيقي والتاني كله حب،
بس حب مش سهل. فتعالى اسمع للنهاية، لان الرسالة دي ليك. يا اما هتغير حياتك، يا اما هتفتح عينك على ناس لازم تخرجهم من حياتك. للأسف أول 3 شهور من السنة هتحس إنك واقف لوحدك، بتحارب في صمت. ناس بتشدك لورا، ناس بتفهمك غلط، وناس بتحب وجودك بس مش عارفين يحبوك صح. وجعك يا حمل مش عشان ضعيف، وجعك عشان قلبك صادق. وأكتر سنة هتتفجع فيها لما تكتشف إن في حد انت كنت شايفه أمانك، وهو كان شايفك اختيار مؤقت. في موقف هيحصل بين فبراير ومارس هيكشف لك الحقيقة كلها. يا اما يكمل معاك، يا اما هيطلع من حياتك فجأة هتتخض كتير، لانك كنت شايل ناس مش شايفين قيمتك. وهتحس بالوحدة لانك كنت مديهم كل حياتك. وهتقول لنفسك هو انا استاهل؟ هو احسن اللي بيحصل لي ولا لا؟ 2026 هتعلمك درس صغير بس تقيل. مش كل اللي بتحبه يستاهل وجودك. ايوه، مش كل اللي بتحبه يستاهل وجودك. عايزة اقولك كمان، الوجع اللي هيعدي عليك هيعلمك حاجات كتير. بس عايزة اقولك ان الوجع ده هيعلمك تعرف قيمتك، وهيعلمك ازاي تفهم الناس. ورغم كل اللي فات وقلبك لسه حي ولسه قادر يحب بصدق، 2026 هتجيب لك حب. بس حب من النوع اللي يهدي نارك، ويفهم عصبيتك، ويحب قوتك، ويحضن ضعفك. في حد هيظهر هيبصلك بطريقة غير كل اللي قبله. هيحبك من غير شروط، من غير لعب، من غير كبرياء. هيحبك كده. وده هيبان لك بين شهور 4 و7 كده من السنة. وهيكون الشخص ده هيقف جنبك وقت الزعل، ويضحك لك وقت الانهيار، ويسمعك من غير ما تقوله فهمني. بس الحب ده مش هيجي بسهولة كده، لا. هيجي بعد ما تبعد عن العلاقة اللي مشيت، وتفهم انك كنت بتدي كتير لحد ما يستهلكش. ما انت لازم تفهم. الحب اللي هيجيلك في 2026 حب نضيف ثابت، هيريحك بدل ما يوجعك. هتقابل 2 هيصدموك في السنة دي صدمة عمرك. صدمة من شخص قريب هيقولك كلمة تكسرك بس هتصلح تفكيرك بعد كده. وصدمة من نفسك للحظة هتقعد فيها لوحدك وتقول أنا استحملت كتير ودي كانت غلطتي. ومن اللحظة دي هتبدأ في 2026 تتعدل معاك، وهتلاقي نفسك بتبعد عن كل اللي بيستهونوا بيك، وبتقرب من اللي بيشوفوه غالي. والكون بقى بيقولك ايه؟ ما تسمحش تاني ان حد يستخدم طيبتك، وما تجريش على حد بيمشي منك. ولو اتفتح ليك باب الحب ادخله من غير خوف. 2026 مش سنة سودة ولا وردي، دي سنة التوازن. وجع يعلمك، وحب يصلحك، وناس تمشي عشان ناس تيجي احسن منها. وعاوز اقولك حاجة يا برج الحمل، 2026 هتوجع قلبك بس هتعلمك قيمة نفسك، وهتحببك في نفسك بعد ما تطرد من حياتك اللي مش عارفين قيمتك. وهتدخل السنة ضعيف، بس هتخرج منها قوي قوي، بوعي وبحب وبراحة قلب. ولو وصلت لهنا، اعرف ان السنة دي مكتوب ليك فيها حياة حلوة مش وجع عليك، وان احلى قصص الحب بتبدأ بعد اصعب وجع. فقول يا رب ارزقني بالحب كله والسعادة والهنا. وان شاء الله ربنا هيرزقك باحلى الحاجات الحلوة في حياتك، ويبعد عنك كل الوجع اللي في الدنيا. انتوا فين؟ وفي النهاية اتمنى لكم السعادة والهنا. ويقولوا يا رب دايما من جوه قلبكم، لان ربنا بيديكم احلامكم بس في الوقت المناسب ليكم. فقولوا يا رب، وان شاء الله حياتكم تبقى مليئة بالحب والسعادة والهنا. انتوا فين؟ اكتبوا اسم بركة في كومنت وخلص الكلام. سلام.